قال حكم النظر الشرعية وما هي كيفيتها؟ حكمها أنها مستحبة، وكيفيتها تكون عند محرم لها يكون حاضرا وينظر إلى ما يستدعي النكاح، ينظر إلى وجهها وينظر إلى كفيها، فهذا هو محل جمال المرأة ومحل ما يستدعي نكاح المرأة والرغبة فيها. ومن أهل العلم من توسع في هذا، وبعضهم يقول إذا احتاج أن ينظر إلى الشعر نظر، لكن الناس تستنكف من هذا، فينظر الوجه وينظر أيضا كذلك اليدين، وإن نظر القدمين ما فيه مانع، ولا يتوسع كثيرا كتوسع الظاهرية. ومن علمائنا من قال لا بأس إذا احتاج أن ينظر الشعر ينظر الشعر، لكن الناس ما يرضون غالبا بهذا، فاكتفي بنظر اليدين والكفين والقدمين والوجه، وهذا خير والبركة من الله. كم من امرأة جميلة نحس عليك دبور عليك بجمالها، تتحكم فيك وتعرف أنك خلاص قلبك قد علق بها، ما استطيع تخرج عنها أبدا، تهينك إهانة، من هي ومن جمالها؟ توكل على الله. صحيح والله تذلك إذلال والعياذ بالله، امرأة فيها من الخبث ما فيها، فهذا خلها عند أهلها، كما قال إبراهيم لي تلك التي تشكو كثيرا تشتكي ما عندنا شيء، ما يوفر لنا كذا، قال لا قولي لا يغير عتبة الباب إذا جاء، صحة توكلي على الله، ما أنت أهل تقومي مع الصالح، هذا كلش مطالب وتعب، لكن ما تشيع على الطلاق يا إخوان، وإنما نقصد شيء معين، أن بعض النساء متعبات الحق، يعني ترهق الزوج، يضعف، ربما تضعف استقامته، الزوج بسببها تضعف استقامته، كان استقامته ربما جميلة وتضعف بسببها، مثل هذا ما لك خير فيها والله، ولا لك صلاح فيها. النساء سواها كثير، يكون أصلها ما هي مستقيمة، يتزوج ينظر إلى الجمال، وبعضهم الحق من إخواننا أصلحهم الله بالغوا في هذا، وما راعوا الاستقامة وراعوا الخير والعلم والصلاح والأسرة الطيبة التي تنفعه إن شاء الله، وهي المرأة الصالحة المحبة للسلفية التي على مبدأ، تمشي على مبدأ، تعرف أن السلفية دين، هذه ستعينك والله، ستقف معك وتعينك بأنفس ما يكون عندها، كما عانت خديجة المقتنعة بالشريعة محمدا عليه الصلاة والسلام، امرأة صالحة، تذهب دور لك من هذا، وربما تضعف استقامتك بسببها. وكم من شخص كانت انحرافته بسبب امرأة، مثل عمران بن حطان، انحرف بسبب امرأة جميلة تزوج بها من أقاربه وهي خارجية، فالجمال مرغب فيه، لكن رسول الله ختم حديثه بقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. امرأة صالحة يا أخوان، والله أن هذا هو الخير لنا، البحث عن المرأة الصالحة الدينة الصينة، والجمال ما فيه مانع، لكن تبع وليس استغلالا.